ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت. اجتماع ما بين مرتضى منصور وشركه بناء فرع 6 اكتوبر غدا بكره ان شاء الله. الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك هيقعد ويعقد اجتماع مع الشركه اللي هتنفذ فرع نادي الزمالك ان شاء الله في 6 اكتوبر، واللي على ماشي هيكون فيه استاد عالمي وفندق. ده الكلام اللي طرح من المستشار مرتضى منصور. هيبقى فيه اجتماع بكره عشان يتم اتخاذ خطوات جديه بشان هذا الموضوع، وبناء استاد الزمالك وبناء الفندق اللي هيكون موجود لاقامه فرق نادي الزمالك. امبارح هو محمد حمدي المدافع الايسر للفريق المصري. محمد حمدي كان من ناشئي طبعا النادي الاهلي، وكان في كلام كتير بيتقال او عتاب كبير جدا من كل الاهلاويه وكل نجوم الاهلي السابقين على الكابتن حسام البدري وعلى اداره الكره في النادي الاهلي، ازاي تتخلى عن اللاعب ده وازاي يسيبوا محمد حمدي في الوقت ان مصر كلها عندها مشكله في الباك الشمال. اللاعب ده لاعب كويس جدا، واحد من اهم المواهب اللي موجوده في الملاعب المصريه، بس طبعا وجوده في المصري مش مخلي الضوء عليه قوي. الناس عارفاه والناس شايفاه والناس بتتكلم عنه، بس برضه مش تحت الاضواء بشكل كبير. واعتقد لو نادي الزمالك قدر يحصل على خدماته هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك مع مؤيد العجان، مع اللعيبه اللي موجوده في مركز الباك الشمال احمد فتوح ناشئ نادي الزمالك، واعتقد ان من خلال نادي الزمالك ممكن يكون موجود في منتخب مصر. نروح لاخبار نادي الزمالك ونبتديها من السعوديه. نبتديها مع محمد عبد الشافي، نجم طبعا اهلي جده ونجم منتخب مصر ونجم الزمالك السابق، واللي طمأن جمهور نادي الزمالك ان في حال عودته لمصر لن تكون هذه العوده الا داخل جدران القلعه البيضاء داخل صفوف نادي الزمالك. وده كان على هامش حوار صحفي اجرته زميلتنا في فريق الاعداد اسراء شاكر، والمعودانه دايما بانفرادات مهمه جدا. كل ما محمد عبد الشافي بيتكلم في هو كلامه قليل جدا، ولما بيتكلم دايما بيختص اسراء شاكر باحاديثه، ودايما بتنفرد هي بكل التفاصيل الخاصه بمحمد عبد الشافي. هو عمل حديث مطول واكد فيه انه في حال عودته مره اخرى لمصر هتكون من خلال قميص نادي الزمالك. امبارح كنا انفردنا مع حضراتكم بخبر ان نيبوشا المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك اعتذر عن عدم العوده مره اخرى. عشان كده انا اسف باتشيكو، عشان كده الفتره الحاليه نادي الزمالك بيجهز بعض السير الذاتيه عشان يشوف مين اللي يكون موجود خلال الفتره اللي جايه بديل لنيبوشا. زي ما كنت قلت لحضراتكم امبارح تم تجديد الثقه في نيبوشا. نيبوشا هيبقى موجود وهيكمل، بس ده وجود وتواجد مؤقت، لان خلاص يعني الوضع ما بقاش ينفع والثقه ما بقتش موجوده، سواء من الجهاز الفني مع الاداره او الاداره مع الجهاز الفني او الجهاز الفني مع اللاعبين. الدنيا خلاص ما بقتش توحي ان الراجل ده هيقدر يحقق نجاحات مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. عشان كده في سير ذاتيه، بعضها الماني بعضها فرنسي، في بعض السير اللي بيدرسها دلوقتي المسؤولين في نادي الزمالك، وعلى رأسهم كابتن اسماعيل يوسف المشرف العام على ملف الكرة داخل نادي الزمالك، عشان يشوفوا احسن سيرة ذاتية واحسن مدير فني يقدر يقود نادي الزمالك خلال الفترة اللي جايه. وفي نفس الاطار الخاص باشراف الكابتن اسماعيل يوسف على فريق الكرة بنادي الزمالك، محاولات منه لحل مشكلة محمد ابراهيم. كان في مشكلة مع محمد ابراهيم وفي علاقة متوترة طول الوقت ما بين الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومن محمد ابراهيم. ايه السبب فيها انا مش عارف، ولا حد عارف، ان دايما العلاقه متوتره. اتقال ان محمد ابراهيم كان عايز يجري اتصال هاتفي مع احدى القنوات، فعشان كده استاذ مرتضى منصور عرف بده، فكان هيفرض عقوبات عليه. فكابتن اسماعيل يوسف طلب منه انه يسيب له الملف ده وهو هيحل القصه مع محمد ابراهيم. وزي ما بقول لحضراتكم محمد ابراهيم واحد من اهم المواهب الموجوده في مصر، واحد من اهم لاعبي نادي الزمالك، واحد من كباتن نادي الزمالك، ابن من ابناء نادي الزمالك. طول الوقت في احساس بان في حساسيه ما موجوده في العلاقه ما بين استاذ مرتضى منصور من جانب وبين محمد ابراهيم من جانب. ايه السبب فيها؟ الله اعلم. الزمالك بيحسم مصير اتشيمبونج في يناير المقبل. اتشيمبونج طبعا اللاعب اللي ما حدش شافه مع نادي الزمالك غير لدقائق قليله جدا جدا جدا، ما عبرش فيها عن اي حاجه يعني تجبر او تخلي مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي الاداره الفنيه في نادي الزمالك مستر نيبوشا او اللي هيجي بعديه يشوف من الراجل ده صفقه كويسه نادي الزمالك ويبقي عليه. عشان كده هيحاولوا خلال الفتره اللي جايه يدوا له بعض الفرص ويدوا له مساحه لعب اكتر، عدد دقائق لعب اكتر، عشان يشوفوا بقى اتشيمبونج يستحق انه يكون موجود في نادي الزمالك ولا يتم
حسم مصيره في يناير المقبل بعقد اعاره او عقد بيع. الخبر اللي جاي ده خبر مهم جدا لمسؤولي نادي الزمالك، ولو فعلا نادي الزمالك قدر يحصل على خدمات اللاعب ده هيكون اضافه قويه جدا لصفوف نادي الزمالك. طب ليه ما تمش الاستعانه مثلا باحمد توفيق وهو لعب في المكان ده اكتر من مره؟ طب ما احنا استعنا باحمد توفيق مباراه طنطا لما حصل ضربه الجزاء الاخيره حصل كلام كتير على احمد توفيق كتير جدا. فهمتني ازاي؟ مباراه الاخيره الرجاء يعني اما تيجي تقول له مع احترامي لنبوشه، لما تيجي هتجيب اي حد مدير فني تقول له انت عندك اتنين، يعني حازم متعور، عندك اتنين تلعبوا باك رايت، تلعب احمد توفيق ولا يوسف اوباما؟ يعني توفيق طبعا هيقول لك توفيق لان الراجل بيلعب ديفندر ولعبها قبل كده، مش يوسف اوباما بيلعب فيرود. انت فهمتني؟ ده كان اختلاف من ضمن الاختلافات. يعني هو كان بيقول لك هنلاعب يوسف اوباما، حتى انا اتكلمت معاه قلت له يوسف اوباما لعيب كويس بس فيرود. انت عايز بيقف على الكوره مش مستعجل، بس انت مش محتاج في الحته دي، انت محتاج ده اصلا الباك رايت او الباك ليفت ابراهيم اللي هم بيبقوا استنج اساسي مع فرقهم على طول، بيغلطوا ساعات في التغطيه العكسيه. صحيح. وده اللي حصل في مباراه الاسماعيلي. مظبوط. فهمتني ده؟ في اراء كان ممكن ياخد بيها وفي اراء ممكن ما ياخدش بيها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.